ليه في كلمة أوقات تتقال تخرّجنا عن شعورنا وتعصّبنا وتخلّينا ننفجر، في حين نفس الكلمة وأكتر منها في أوقات تانية هاعرف أعدّيه وأكبّر دماغي منه. النهارده الصبح كنت باوصّل بنتي للحضانة وإحنا في الطريق بتتكلّم في حاجة بحماس وبتسأل وبصوت عالي شوية، فأنا اتشدّيت عليها وقُلت لها: "من فضلِك وطّي صوتِك، أنتِ عارفة إن إحنا عندنا اتفاق." فقالت لي: "ماما أنا ما علّيتش صوتي واتكلّمت بطريقة حلوة." فهنا انتبهت شوية، أنا اللي وداني وجعاني وملتهبة جدًا. وما نمتش كويس ومصدعة. وفي العادي لو بنتي اتكلمت بنفس الطريقة أو طريقة أشد منها، أنا كل اللي أنا هاعمله إن أنا هافكرها بالاتفاق اللي بينا، إحنا بنتكلم بطريقة حلوة، عايزين نوطي صوتنا، يلا نعيد المشهد مع بعض ونتكلم بطريقة حلوة من تاني وبتقوليها بصوت أوطى، لأن الغرض إن أنا أعلمها مش إن أنا أعنفها. طب أنا ليه المرة دي انفعلت عليها بالشكل ده؟ المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت كنت باتكلم معاكم على إن الجهاز العصبي تحت الضغوط عنده وسيلتين في التعبير، حاجة اسمها الهايبر أراوزل وحاجة اسمها الهايبو أراوزل. وقلنا إن الهايبر أراوزل بتطلع في جسمنا بشدة وبحدة وضربات قلب سريعة وتشنيجة وقلق وتوتر وانفعال جسدي مش عارف أسيطر على جسمي. والهايبو أراوزل جسمي بيبقى همدان وخامل، لكن دماغي ما بتبطلش تفكير وما بتقفش والأكلان في دماغي أنا. طيب، ردين الفعل دول انا ممكن ابقى في واحد فيهم او ممكن بروح للهايبر اراوزل او الهايبو اراوزل. ارجعوا للحلقه واسمعوا التفاصيل عنها الحلقه اللي فاتت. طيب، بس بيبقوا جايين منين؟ بيبقوا جايين من مساحه احنا بنسميها السعه بتاعتنا على التحمل والتعامل مع الضغوط والمشاعر التقيله. الساعة دي ليها أسماء كتير قوي أو هي ليها اسم واحد لكن ترجمات كتير، اللي هو بيسموها window of tolerance. في ترجمة اسمها نافذة التحمل، في ترجمة اسمها نافذة التسامح. وات ايفر هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن وعاء، كونتينر، أو الساعة بتاعتك كأن في مستطيل كده جواك أو في كوباية جواك. ماشي، الوعاء ده أو المستطيل ده هو على حجمه، بناء على حجمه ده هتقدر تستحمل من سعته. لو أنا حجمه الكوباية دي فدي سعتي لتحمل الضغوط والمشاعر التقيلة. وانس ان السعة دي تتملي او الكوباية دي تتملي، معناه انا يا اما هتحرك للهايبر اراوزل من فوق كأن ليها منفذ من فوق ان جسمي هيفور واتعصب واتضغط، او الهايبو اراوزل ان انا هروح للخمول والهمدان ودماغي ما تبطلش تفكير. كل ما زاد الوعاء ده سعة وحجما، كل ما استوعب الكتير من الضغوط والمشاعر وبيعرف يتعامل معاها من غير ما يفيض للهايبر اراوزل او يسقط مني من تحت كده للهايبو اراوزل. فانا القصة عندي في سعة الوعاء بتاعي. انا الوعاء بتاعي ده يستوعب الكتير من الضغوط واعرف اتعامل معاها ولا لا. انا يا اما بيفيد يا اما بيدلدق مني لتحت وانا بروح في حاله من الاثنين. طيب، الويندو اوف توليرنس ده الوعاء بتاعي او الكونتينر بتاعي كل ما زاد كل ما انا عرفت اتعامل مع مشاعر كتير بطريقه صحيحه من غير ما اخرج لمساحه تبقى تقيله وحاده على جهازي العصبي توديه لردود افعال غير منظمه. يعني غير منظمه ما اعرفش اتعامل معاها، لانه الهايبر اراوزل والهايبو اراوزل هو نموذج خرج عن المألوف خلاص، بره سعتي عن التحمل، فجسمي بدأ ياخد القياده في التعامل مع المشاعر الثقيله دي. هو عايز يهضم اللي بيحصل وهو مش عارف. طب ازاي اوسع الكونتينر بتاعي، ازاي اكبر الكونتينر بتاعي ده من غير ما اوصل لحاله من الحالات المستنزفه، سواء كانت هايبره زياده او حاله خمول واكلان في الدماغ. طيب، عندنا اكتر من وسيله. واحده من الوسائل اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا قلناهم في الفيديو اللي فات، فكره ان انت تعمل جراوندنج، فكره ان انت تحط راسك تحت ميه ساقعه، فكره ان انت تنقل تركيزك للحواس، او فكره ان انت تقوم تشيك يور بادي، او ان انت فكره ان انت تقوم تهز جسمك. كل دي ادوات. الاداه الجديده اللي عايزه اتكلم عليها النهارده هي اداه الايموشنال توليرنس، يعني ان انا ازود قدرتي على تحمل المشاعر، صبري على المشاعر، ان المشاعر تعرف تقعد جوه الكوبايه دي وتستقر من غير ما تبقى بترج الكوبايه وتدلدق مني لا فوق ولا تحت. انا مش عايزه اوصل للمرحله دي، انا عايزه انها تخش واعرف احتويها واحتضنها
وأصبر عليها. أداة النهاردة فكرة الصبر على المشاعر، احتواء المشاعر اللي احنا بنسميها containing the emotions، احتواء المشاعر بتاعتي وأنا قاعد معاها وصابر عليها كده من غير ما يفلت مني العيار. ازاي اوصل لمرحلة ان انا اصبر على المشاعر؟ اللي بيساعدني اصبر على المشاعر اول حاجة تقبلي للمشاعر، انه ان انا طبيعي احس بالمشاعر، طبيعي احس بالالم ده، طبيعي احس بالغضب، طبيعي احس بالتوتر، طبيعي احس بالالم، طبيعي احس، طبيعي. واللي يساعدني ان انا اخش في طور هذا التقبل ان انا اصلا ابقى عارف ان دي حاله مش دائمه، وان ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه. في فيديو عن المشاعر برضه هنزله لكم عشان تسمعوه تاني. ففكره ان انا قابل المشاعر لان انا عارف انها ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه وانها كده ولا كده هتخلص، ده بيساعدني كتير ان انا عارف ان الحاله اللي انا فيها دي هتنتهي مش دائمه وهتخلص بعد شويه، فانا مطمن ليها. فهنا ببقى عارف ان صبري عليها له نهايه. دي اول حاجه، يبقى ان انا بقبل المشاعر وبقبل انها حاجه طبيعيه، والقبول بيجي من فكره ان انا عارف انها ليها نقطه بدايه ونقطه نهايه وانها هتخلص وتمشي كمان شويه. دي اول حاجه. تاني حاجه ان ابقى عارف ان لها مدى، ان مداها عصبيا حتى ما بيزيدش عن 90 ثانيه. في علوم الاعصاب لما لقوا المشاعر بتقعد معانا قد ايه ككيمياء في الجسم، لقوا انها بتقعد من 60 ثانيه ل 90 ثانيه. الكيمياء بتاعت الغضب، انه جسمي يغضب، ان جسمي يتوتر ويحصل افراز لهرمونات في جسمي وتغيرات كيميائيه وجسديه، مدتها وساعتها 90 ثانيه فقط. التغيير بيحصل في 90 ثانيه، بس انا بفضل متوتر اكتر من 90 ثانيه، ممكن اقعد بالساعات مشدود ومتعصب ومتضايق. دي حقيقه، لانه انت بعد 90 ثانيه اصبح مود انت تبنيته، انت تبنيته لغرض. انت ما ينفعش تتخلى عن غضبك، لان الناس دي لو اتخليت عن غضبك هم يعرفوا ازاي انها غضبان ويقفوا عند حدهم ازاي. لو انت تخليت عن خوفك وقلقك معناه ان انت ممكن تقع في خطر، فانت لازم تفضل متشبث بهذا الخطر او هذا القلق علشان تفضل بتحمي نفسك. فبعد 90 ثانيه هو تمسك مني بتراثي للحفاظ على حمايتي من الآخر، من الناس، من الخطر، أيا كان اللي أنا هسميه. لكن الكيمياء بتاع الجسم والتوتر اللي بيحصل هي 90 ثانية، وما بعد ذلك هو رغبة مني في استمرار هذا التوتر أو الغضب أو أيا كان الشعور لحمايتي. طيب، عشان أعلي الايموشنال توليرنس أنا محتاج أقبل على الأقل أتحمل ال 90 ثانية دول. أنا مش عايزة كتمرينة غير إن أنا أقعد مع 90 ثانية دول بدون ما أفايت أو أخش في معركة مع الشعور. بمعنى إن أنا هقعد أنا قابل إن أنا ليا الحق في الشعور ده، وطبيعي إنه يبقى موجود، وهصبر عليه الدقيقة ونص دول. طب أصبر عليه إزاي بقى؟ أصبر عليه بإن أنا بتفرج عليه، ما بحكمش عليه، ما بيصعبش عليا نفسي. مش انا هنا ليه وبيحصل لي كده ليه، هم هيفضلوا يعصبوني. انا ما بحكمش على الشعور، انا بقبل وجود الشعور زي ما هو، بسميه. انا غضبانه، انا متوتره، انا خايفه، انا مرعوبه، انا قرفانه، انا زهقانه، انا مرجوجه من الرعب. ايا كان انت بتسميه، وانت قابل ان هو هيقعد معاك شويه ومش هيقعد معاك غير دقيقة ونص دول. أنا هتفرج عليه دقيقة ونص دول من غير ما أحكم عليه. فأنا بقيت حاسة إن أنا خايفة، حاسة إن أنا مرعوبة. أوكي، سميت الشعور، قبلته إن هو موجود، ما بحكمش عليه، ماشي، بتفرج عليه وبراقبه. هو فين في جسمي؟ في صدري، في كتافي، في ايديا، في راسي، في قلبي، في بطني. هو فين في جسمي؟ عامل ايه الجسم؟ فكأني براقبه، بتعرف عليه، بسمعه. انت اسمك ايه؟ عايش فين؟ بتعمل ايه؟ بتقول ايه؟ عايز تقول لي ايه؟ بتكلم معاه، بحاول، وانا صابر عليه الدقيقة ونص دول. مرة، في التانية، في التالتة، لما بيجي الشعور أنا ما ببقاش في غربة معاه، في معركة معاه.
مش عايزه يمشي، يلا قوم امشي اخرج، مش عايز ابقى حاسس الاحساس ده، فاجري اهرب منه، او اغلوش عليه، او اتخانق معاه وازعق له وعنفه فاضعفه. يعني انا غضبانه وغضبانه ان انا غضبانه، فانا ضربت الغضب في اتنين. يا سلام، ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ لكن تخيل ان انت جاي لك حد متعصب وغضبان او خايف او تعبان، ومجرد ان انت قعدت قدامه وبدات تقول له مالك، فيك ايه، حاسس بايه، طب حاسس فين في جسمك، طب عشان ايه، طب عندك حق، انا لو مكانك هبقى إيه؟ هو بعد الكام جمله دول هيبقى حاسس بايه؟ صبرت على انفعاله وشدته وتوتره، هيديك احساس بايه؟ هو ده الشاهد. هي دي الايموشنال توليرنس، ان انا كل مره بصبر على شعوري واقعد معاه من غير ما احكم عليه، واديله دقيقه ونص كده، هنقعد معاه من غير ما نحكم عليك، وهنصبر عليك وخلاص، وهنسمعك وبس كده. بعد كده تقوم تعمل كل التمارين اللي احنا قلنا عليها، التمارين الجسدية، التنفس، الجراوندنج ستيت، ان هو تبدأ تعد الخمس حاجات من كل حاسة، ان انت تحط راسك تحت مية ساقعة، او تخش تاخد دش، او تهز جسمك. انت عملت هنا ايه؟ عليت مهارة تقبلك لمشاعرك، وعليت ساعتك. الكوباية دي مرة في التانية في التالتة لما بتعمل التمرين ده بتزيد. فانت هنا مش بتعلي ساعتك لتحمل الألم، لأن احنا بنعرف نضحك على نفسنا كويس، لا، انت بتخلي كوبايتك كبيرة، فاللي بيجي يقع فيها هو أصغر منها بكتير. انت بتعلي قدرتك على، مش عايزة أسميها التحمل عشان ما نفهمهاش غلط، بتوسع أرضك. لما حاجة تيجي فيها مش عاجباك ما بتتشافش، ما بتحسش بيها، انت أكبر منها، بتعرف تتعامل معاها. غير لما تكون أرضك ضيقة، فكل ما حاجة تترمي فيها انت شايفها واخدة المساحة كلها، فانت داخل خناقة معاها. لا، توسعت أرضك، بقيت قاعد ببراح، فانت عندك ريزيلينس أعلى، عندك مرونة نفسية أعلى، انت أكبر، انت أنضج، بتعرف تتعامل مع المشاهد بسهولة. اعملوا التمرين ده، وما تعملوهوش في ساعتها وانا غضبان وانا تعبان، لانه العادي جسمك هيروح للمساحه القديمه، ما عندوش القدره على انه يدير مشاعره في ساعتها. ما بنتعلمش المهارات ولا بنتدرب عليها في وقت الضغط، لا. ارجع لمشهد وانت قاعد رايق دلوقتي وفاضي دلوقتي ومفيش حاجه معكنناك دلوقتي، عايز تمرن نفسك ان ساعتك تزيد. اعمل ايه؟ افتكر مشهد قديم كنت غضبانه فيه، متضايقه فيه، وتعبانه فيه، او ايا كان المشهد، وافتكره بتفاصيل. اقعد في اللحظه دي افتكر جسمي كان حاسس ازاي، ابص على الشعور، اصبر عليه لما يجي، اسميه، امرن نفسي ان اللي بيحصل في جسمي ليه نقطه بدايه ونقطه نهايه، وهيخلص بعد شويه، وانا ولا كده ولا كده في حاله امان. كل ما عملت التمرينه دي اكتر واتمرنت على بقيه التمارين في وقت براح وسعه، كل ما كنت ساعه الضغط عقلك حافظ المسار الجديد فبيعرف يروح له على طول. لكن تيجي في ساعتها ومتوقع من نفسك، ما انا عارف المفروض اعمل ايه بس ما عرفتش اعمله، لان انت مش متمرن عليه في وقت الراحه، فمش متوقع وانا تحت الضغط وانا في حاله انفعال شديد افتكر حاجه جديده، انا رايح الوش على طول وخلاص، اسهل واسرع. فاتمرنوا في وقت الراحه على كل الانشطه اللي احنا بنقولها، ووسعوا صبركم على مشاعركم، اقعدوا معاها شويه، هتخلص اسرع. لكن طول ما احنا بنهرب منها هي بتتكبت. احنا مش بنستسلم للشعور، احنا بنصبر عليه لحد ما ياخد وقته ويخلص، عشان ما يتحولش لمزاج عام ومود يحكم تفكيري وقراراتي. ده اللي انا مش عايزاه. اتمرنوا بالراحة في اوقات الراحة، ربنا يريح قلبكم. سلام عليكم.